كان واحد الراجل جا عندي وكيحكي لي واحد القصة اللي صراحة كتشبه القصص بزاف ديال الدراري، ولكن قليل اللي كيعترف بهذا الشيء بصوت عالي. قال لي انا كنخدم وكنتعب وكنحاول نوفر كل شيء لمراتي، عمري قصرت معاها في المصاريف ولا في الحوايج اللي كتحتاج، ولكن مع الوقت حسيت بها تبدلات، ولات بعيدة، ولات ما كتضحكش معايا بحال قبل، ولات كتهرب من القرب، وحتى ملي كنقرب ليها كنحسها غير كتصبر وخلاص. وهذا الشيء بدا كيكسرني من الداخل، حيت انا ما فهمتش فين المشكل، واش هي تبدلات ولا انا اللي ما بقيتش كنعجبها. وكنبدا نشك في راسي ونقول يمكن انا نقصت، ولا يمكن هي ما بقاتش كتبغيني. وبصراحه هذا الاحساس صعيب بزاف، حيت الراجل ملي كيتحس بالرفض من المراه ديالو كيوقع ليه واحد الشرخ من الداخل اللي ما كيبانش ولكن كيتحس. انا كبنت غنقول لك الحقيقه اللي بزاف ديال الرجال ما كيعرفوهاش، المراه ماشي غير جسد وماشي غير رغبه كتجي وتمشي، المراه عالم كامل، فيه الاحساس وفيه العقل وفيه التفاصيل الصغيره اللي الراجل مرات ما كيعطيهاش قيمه. ومنين هاد العالم كيتآدم من الداخل، حتى إلا بانت عاديه من برا فهي كتكون مسدوده نفسيا، وهاد السد هو اللي كيخليها تبعد، ماشي حيت ما بقاتش كتبغي راجلها، ولكن حيت ما بقاتش حاسه براسها مرتاحه معاه بحال قبل. احنا البنات ملي كنكونوا مع راجل كيسمع لينا، كيهتم بينا، كيعطينا قيمه وكيحسسنا اننا مهمين في حياته، كنوليو بشكل طبيعي قراب ليه، ما كنحتاجوش حتى سبب باش نقربو، كنكونوا حنا اللي باغين هذا القرب. ولكن ملي كيكون العكس، ملي كنحسو بالاهمال ولا بالكلام القاصح ولا غير بالبرود، كنبدلو بشويه بشويه بلا ما نحسو، وكنبداو نبعدو ونوليو كنحاولوا نحميو راسنا نفسيا. اول حاجه خاصك تفهمها مزيان هي ان الطريقه اللي كتعامل بها مراتك خارج العلاقه هي اللي كتحدد شنو غادي يكون داخلها، ماشي غير ملي تبغي شي حاجه كتولي زوين ولا كتولي حنين، لا، المراه كتلاحظ كل شيء، واش كتسول فيها كيف داز نهارها، واش كتسمع ليها ملي كتهضر، واش كتحترم رايها ولا كتقطع عليها الكلام، واش كتعصب عليها على اتفه الحوايج. هاد التفاصيل كلها كيتجمعوا وكيصنعوا واحد الاحساس، يا اما امان يا اما بعد. ومنين كتحس بالامان كتقرب، ومنين كتحس بالضغط كتبعد. تاني حاجه، وهي اللي بزاف ديال الرجال كيشوفوها بسيطه ولكن عند المراه كبيره، هي التفاصيل الصغيره. كلمه زوينه تقدر تبدل يوم كامل، واحد الميساج بسيط فيه اهتمام كيخليها تحس براسها مرغوبه، واحد الحضن بلا سبب كيعطيها احساس بالامان، واحد النظره فيها اعجاب كتخليها تزهر من الداخل. هاد الامور ماشي رفاهيه، هاد الامور هي اللي كتبني الجسر بينك وبينها، وإلا هاد الجسر تقطع صعيب بزاف يرجع كيف كان. ثالث حاجه، خاصك تباعد على الضغط، حيت ملي الراجل كيبان باغي القرب غير في واحد الاتجاه، المراه كتحس بهذا الشيء بسرعه وكتولي كتسد راسها اكثر، حيت كتبدا تحس انها غير وسيله ماشي شريكه. ولكن ملي كتكون العلاقه فيها ضحك، فيها هضره زوينه، فيها وقت مشترك، فيها اهتمام حقيقي، القرب كيجي بوحدو بلا طلب وبلا توتر. انا كبنت غنقولها لك بصراحه، المراه ملي كتبغي راجلها وكتحس معاها بالراحه راح كتولي تلقائيا باغيه تقرب ليه. ولكن هذا الاحساس ما كيتبناش في نهار واحد، كيتبنى مع الوقت، بالكلمه الزوينه، بالتصرف الزوين، بالاحترام وبالاهتمام الحقيقي، ماشي غير بالكلام ولكن حتى بالفعل. وزيد عليها واحد الحاجه مهمه، المراه كتاثر بزاف بالطاقه اللي كيعطيها الراجل ديالها. الا كان دائما معصب، دائما ناقد، دائما كيشكي، فهي حتى هي كتسد وكتبرد. ولكن الا كان فيه طاقه زوينه، فيه خفه، فيه ضحك، فيه ايجابيه، فهي كتنجذب لهذا الجو وكتولي مرتاحه فيه. ومنين كتكون مرتاحه كتولي قريبه. وخا تكون خدام ومضغوط وعندك مشاكل، حاول تعطي لمراتك واحد الجزء من الاهتمام ديالك، ماشي بالكثره ولكن بالجوده. دقيقه ديال اهتمام صادق احسن من ساعه وانت حداها ولكن ذهنك بعيد. المراه كتحس بهذا الفرق وكتقدره. وما تنساش ان العلاقه الزوجيه ماشي واجب وخلاص، هي اختيار كيتجدد كل نهار، وكل واحد فيكم عنده دور باش يخلي الاخر يبقى باغي يقرب، ماشي غير يصبر وخلاص. ومنين كل واحد كيبدا يعطي من قلبه، العلاقه كتولي اقوى وكتكبر بطريقه طبيعيه. دابا خليت لك واحد السؤال مهم وبغيتك تجاوب عليه بصراحة، واش عمرك وقفتي وفكرتي أن الطريقة اللي كتعاملوا بها مراتك هي اللي كتحدد قربها منك، ولا باقي كتشوف أن المشكل فيها هي فقط؟ شارك تجربتك، حيث ممكن قصتك تعاون شي واحد آخر يفهم فين كاين الحل ويصلح العلاقة ديالو.